السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. حبايبي، قبل ما نبدأ الفيديو كده عايزين كلنا ندعي لإخواتنا في غزة كده وفلسطين إن ربنا ينصرهم كده يا رب، كده يا رب، نصرا قريبا تتعجب له أهل السماوات والأرض. بالله عليكم يا حبايبي كلنا ندعي لهم، أي حد يشوف الفيديو يدعي لهم دعوة من قلبه كده إن شاء الله يكون نصرهم قريب. النهارده بقى يا حبايبي عملت لكم أكلة جميلة جدا 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 جدا. بصراحة الأولاد وأولادكوا هيحبوها جدا، وأي عروسة جديدة ممكن تعملها لزوجها كده حاجة مختلفة كده وشيك، وبصراحة هتشرفها يعني قدام جوزها. أنا كنت في اليوم دوت دبحة شوية فراخ كده من عندي، فكنت عايزة أقلل منهم، يعني أقلل من أكلهم شوية، فقمت دبحة 6 صغيرين، قلت دولت بقى للشوي للحشو أحشيه مثلا كده، فقلت يعني أقلل منهم. فجيت بقى الصبح دبحت ال6 ونضفتهم وخلصتهم، ان شاء الله انزل لكم الفيديو. وخدت بقى الكبد والقوانص منه، خلصت بقى اللي ورايا كده بعد ما ذبحتهم، روقت الشقه والمطبخ وكده، وجيت على العصر بقى. كان في اليوم ده الاولاد بيبقوا في المدارس طول اليوم، من المدرسه للدروس وكده. جيت بقى العصر عملت لهم الاكل عشان يبقى يجوا يلاقوا سخن يعني ياكلوا على طول. اول حاجه كده يا حبايبي قمت مقطعه الكبد والقوانص زي ما انتوا شايفين كده، هما مش 6 كبد ولا كده، هما انا خدت 6 قوانص واربع كبد او 3 كبد. قطعتهم زي ما انتوا شايفين، وقمت حطاهم في معلقة سمنة، مرضتش اكتر يعني الدهون وكده، وكان فايض عندي معلقة وش من بتاع الشوربة على معلقة زبدة فلاحي، قمت حطاهم عليهم وشوحت في قلبهم الكبد والقوانص. بعد ما شوحت في قلبهم الكبد والقوانص يا حبايبي قمت جايبه بصله كده مخرطاها فرماها، وقمت حطاهم عليها تشوحتها برضو تشويحه، وقمت جايبه معلقه صلصه من اللي انا مخزناها وحطيتها عليهم، وشويه فلفل اسمر، وشويه بهارات فراخ، وسبتها بقى حطيتها على نار هاديه كده وتستوي على على نار هاديه مع نفسها. جبت بقى نص صدر زي ما انتوا شايفينه كده، بصراحه فرط معايا كتير جدا، قطعته زي ما انتوا شايفين، جه معايا 8 قطع بالظبط، وانا مش محتاجه اكتر من كده. عشان تقطعيه يا حبيبتي لازم تحطي ايدك عليه كده علشان يطلع معاكي مقاس واحد كله مسوى واحد، ما يبقاش حته تخينه وحته صغيره. والسكينه لازم تكون وانتي بتقطعي تكوني التقطيعه بتاعتك لفوق، مش تنزلي السكينه لتحت، حاولي ان السكينه بتاعتك تكوني ارتفاعها لفوق مش لتحت. زي ما انتوا شايفين كده اهو، خلاص قطعتهم معايا. وافضل طريقه وانتي بتقطعي الصدور لازم تكون متلجه معاكي، مش متلجه قوي يعني، يكون التلج بتاعها فك شويه، فده سهل معاكي، بتطلع معاكي متساويه، وفي نفس الوقت بتطلع معاكي بالحجم اللي انت عايزاه ومتماسكه. خلاص دلوقتي الكبد والقوانص استوت معايا، طفيت عليها. جيت بقى هعمل التتبيله بتاعه الصدور. اول حاجه حطيت صويا صوص. بمناسبه التتبيله، انت لو ما بتحبيش الحاجات دي ممكن ما تحطهاش، اي تتبيله انت بتحبيها على يعني بتعملي بيها الفراخ المشويه اعملي بيها الصدور، عشان برضو ما خليكيش مرتبطه باي حاجه في الفيديو. يعني انا بحب احط الصويا صوص والحاجات دي لان هي بالنسبه لان انا عايزه اعمل الحاجه بسرعه بتدي طعم كويس. وكمان انا ما ركنتش الصدور، انا عملت يعني اشتغلت على طول، تبلت واشتغلت على طول بيها. حطيت صويا صوص ودبس رمان، وحطيت صوص البابريكيو، الحاجات دي كانت موجودة عندي، كنت جايباها مجموعة كده على بعضها، كان عليها عرض ب50 جنيه التلات ازايز. وشوية بهارات مشكلة، وشوية بصل بودر لان ما فرمتش بصل عليها، وشوية ملح وشوية فلفل اسمر. خلاص تبلتها كده وركنتها على بس يعني يا دوبك تبلتها وركنتها على ما اعمل بس اللحمة دي يا حبايبي، قطعة لحمة بس، يعني قطعة لحمة واحدة بس، تعتبر مناب لحمة مش كبير كمان. جبته ديت الحتت الصغيرة اللي فضلت مني من الصدر وانا بقطعه، وحطيت عليه حتة دهنة صغيرة او حتة ليا، انا حطيت كان عندي ليا فحطيت حتة ليا صغننة جدا، وبصلة صغننة زي ما انتوا شايفين. حطيت ده كله في الكبة وضربتها ضرب جامد جدا علشان ان انا افرمها.
بعد ما الفراخ اللحمه اتفرمت معايا، قمت تاني نازله بالبصله الصغيره اللي انتوا شايفينها دي، برضو حطيتها فرمتها جدا. بس انا الاولاد كانوا بيتكلموا، فالبصله حاسه معايا ان هي خشنه شويه، فانتي لو عايزه تفرميها كمان حبه افرميها، يعني نعمي فيها زي ما انت عايزه. خلاص دلوقتي هي اتفرمت معايا، حطيت لها ملح وفلفل اسمر بس، لان هي هتشرب من التوابل اللي في قلب الصدور، فمش لازم ان انا اكتر توابل اكتر من كده. الصوصات اللي في قلب الصدور هي هتشرب منها. وجيت يا حبايبي قمت جايبه بطاطايه. انا البطاطس دي علشاني انا بحب البطاطس بصراحه، لما بتيجي تاكليها بتحس ان ليها طعم جميل جدا، بتشرب من قلب الصوص بتاع الفراخ واللحمه، بتحس ان انت بتاكلي حاجه كده مش عارفه طعمها ايه، بالشوكه كده بتبقى طعمها حلو جدا. جيت بقى اللحمه اللي انتوا شايفينها دي قمت مقطعاها صوابع صغيره كده، قمت حطاها اكنك بتحشي محشي. حطيتها وقمت عاملاها لفاها بورق فويل كده، وقمت حطاها على نار هاديه، من غير ميه ومن غير صوص ومن غير اي سوائل. هي بتنزل السوائل بتاعتها بتستوي منها فيها، بس اهم حاجه تهدي النار عليها، ما تكونش النار عاليه معاكي. جيت هنا بقى احمر لسان العصفور. لسان العصفور يا حبايبي انا حطيت له معلقه سمنه واحده بس. انا كنت الاول بحمره وبحط له زيت كتير او سمنه كتير واحمره وبعدين اصفيه، بس كده بيشرب زيوت كتير جدا، فمعلقه سمنه واحده وتكون ايدك فيه بيحمر وبيديك اللون اللي انت عايزاه بالظبط. كان عندي شوربه في الفريزر، قمت مطلعاها مسيحاها علشان ازود بيها لسان العصفور. الميكس يا حبايبي ده بيبقى جميل جدا جدا. ولو فضلت معايا لحد دلوقتي في الفيديو من فضلك اشتركي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت جديدة معايا على القناة انا بتشرف بوجودك معايا، ويا رب يديمك في حياتي دايما. دلوقتي خلاص لسان العصفور استوى معايا. حطيت مرق الدجاج وحطيت شوية ملح بس، لان كنت حاطة التوابل وانا بشوح الكبد والقوانص. الشوربه ساحت معايا وهي بتغلي، قمت حطها على لسان العصفور. وانت بتحطي الشوربه يا حبيبتي ما تحاولي ان انت ما تكتريش، يا دوبك الحاجه تغطي لسان العصفور بالظبط، ما تزوديش عن كده علشان ما يعجنش معاكي. خلاص هو خد نص سوا على البوتاجاز، قمت تاني واخداه وحطاه في الفرن. خلاص استوى معايا وشايفين مفرفر مفلفل جدا جدا، وكان جميل جدا بصراحه. دلوقتي خلاص الفراخ استوت معايا اهيت، خدتها حطيتها في الفرن تاخد وش بس خفيف كده وتطلع. خلاص خدت الوش معانا شايفين، كانت جميلة جدا جدا، عاملة زي ميكس كده كفتة ببانيه مشوي، ما تعرفيش هي ميكس ايه، بس كان بصراحة طعمها كان جميل جدا. انصحكم ان انتوا تجربوها ان شاء الله هتعجبكم. ويا رب اكون خفيفة على قلوبكم كده والفيديو يعجبكم. وما تنسوش يا حبايبي تدعوا معايا، تدعوا لأهلنا في غزة يا رب كده ان ربنا ينصرهم، واي دعوة انتوا هتدعوها اكتبوها لي في التعليقات. يا رب ربنا يقدم لنا الخير لينا وليهم يا رب وللجميع. شرفتوني يا رب واتشرف بوجودكم. سلام.